أروع كيكة ليمون بالبلوبري ممكن تجربوها، منعشة وصيفية وطعمها بشهي. بوعاء رح أحط الطحين والنشا والبيكنج باودر والبيكنج صودا، بخلطهم مع بعض وبتركهم على جنب. 100 جرام زبدة يعني أصبع زبدة بحرارة الغرفة، رح أخفقه مع السكر لحتى هيك يختلطوا مع بعض. وبعدين رح أبلش أضيف البيض، بس بيضة بيضة بالتدريج. إذا ضفتوا البيض مرة واحدة الزبدة رح تفصل معكم، بس تختفي البيضة الأولى بحط البيضة الثانية، برجع بخفق نفس الإشي، بس تختفي عندي البيضة الثانية، بضيف البيضة الثالثة والأخيرة وبحط معها الفانيلا وبخفق نفس الإشي بس لحتى تختفي عندي البيضة الأخيرة. وهلا رح أضيف برش الليمون، ضفت برش ليمونتين كبار، وبعد ما برشتهم رح أحط عندي عصير الليمون، أتأكد إنه بدون بذور، ورح أحط اللبن يعني الروب، ورح أحط الزيت النباتي، بخلطهم كلهم سوا مع بعض. وهلا رح أضيف خليط عندي المواد الجافة، بضيفه كله مرة واحدة، بقلب هيك من غير ما أشغل الميكسر عشان ما يطلع عندي الطحين برا. بعدين هيك بشغله وبخفق بس لثواني بسيطة، بس لحتى يختفي عندي الطحين، ما ببالغ أبدا بالخفق عشان ما تصير الكيكة تقيلة. هلا عندي البلوبري ممكن تحطوا من كوب ونص لكوبين حسب الرغبة. حطيت عليه معلقة صغيرة من الطحين وبحطه على الكيكة بدون ما أحط الطحين الزايد. وهلا بس بقلبه بالسباتولا أو بمعلقة بس لحتى يختلط عندي البلوبري مع الكيك. شوفوا خليط الكيك مثل الغيمة كأنه كريمة. جهزت القالب، بخيته ببخاخ الخبز وبطرق الكيك كتير منيح عشان ينزل للقاع، وبخبزه على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة. وهون بعد ما طلع عندي الكيك شكله بشهي. هلا رح أعمل آيسنج بسيط، طبعا اختياري الآيسنج، حطيت سكر باودر وعليه شوية عصير ليمون، ما في مقدار معين بس لحتى يدوب عندي هيك السكر البودرة. حطه بالتدريج، شايفين صارت عندي هيك الآيسنج جاهز. هلا بس هيك رح أضيفه على الكيك بشكل بسيط. أنا ضفته بس هيك على جهة واحدة من الكيك، ممكن تضيفوه على كل الكيكة. حطيت برش ليمون، حطيت شوية حبات من البلوبري، وصارت عندي الكيكة جاهزة شكلها بشهي. هلا رح أقطعها معكم. شوفوا من جوا الكيكة كتير طرية، طعم الليمون مع البلوبري طعمها كتير بشهي. وممكن تعملوها كمان بس بالليمون، إذا مش متوفر عندكم البلوبري ممكن تعملوها بس بالليمون لحالها، وطعمها كتير كتير طيب. ضروري إنكم تجربوها، وصحتين وألف عافية.